السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ متابعين قناة فن ولعب. النهاردة هنتكلم مع بعض على الشوكولاتة. انا دايما بنزل لكم على الفيديوهات الشورتس الشوكولاتة كتير، وفي ناس تقول لي طب ما دي تجيب امراض او حاجات كتير جدا مش كويسة. بصوا يا جماعة، احنا طبيعي الصح ان احنا لما نستخدم شوكولاتة ما تكونش مضرة، تكون الشوكولاتة الداكنة. طيب الحاجات دي مش يعني بتتباع الا في سوبر ماركت لما يكون كبير شويه، بيبقى موجود فيه انواع الشوكولاته الداكنه دي، لان مفيده جدا لمرضى السكر. في ناس اول مره تسمع معلومات زي دي، والناس الرياضيين طبعا، او الناس اللي بتشتكي من مشاكل في المعده وحاجات كتير. الشوكولاته دي بالعكس ما تاذيش، دي مفيده ليهم جدا. تمام. يمكن اول مره تسمعوا الكلام ده. والشوكولاته اصلا الفاكهه بتاعتها من قاره اسيا، بعد كده يعني بقت تروح اوروبا، بعد كده امريكا، فين بقى بعد كده؟ في الوطن العربي. تمام. فالشوكولاته اللي هي الداكنه دي ليها فوائد طبعا كتير. عايزه اقول لكم حاجات تانية قبل ما اقول لكم الفوائد. طبعا الشوكولاته اللي هي العاديه اللي احنا بنشتريها من بره في اي انواع، اللي بيبقى فيها لبن، فيها صويا، فيها اي حاجه، دي ليها اضرار كتير عشان تبقوا عارفين. طبعا الناس اللي هي بتشتكي من الضغط، الناس اللي عندها مثلا سمنه، مشاكل صحية طبعا في القولون، في المعدة، كل ده مش كويسة، خلي بالكم. لكن الداكنة اللي احنا بنستخدمها في الأكلات بتاعتنا أو في الحلويات كمان، في أنواع معينة بيقولك دي شوكولاتة داكنة، يعني مفيش فيها أي إضافات. زي ما انتوا شايفين في الفيديو كده الفاكهة بتاعتها، حتى الكاكاو، في كاكاو خام الزرع بتاعه برضو بيبقى مش لونه مثلا زي ده، لا، بيبقى زي نبات كده وفيه حبوب، وطبعا بيمر بمراحل لغاية لما الحبوب دي بتنشف خالص وبتطحن علشان تبقى شبه البودر بتاع القهوة. ده بالنسبة للكاكاو الخام. لكن الكاكاو اللي بتتباع مثلا للشرب في العلب بره بيبقى فيها اضافات تانية، دي مش حلو. زي ما انتوا شايفين اهي، دي النبات بتاع الكاكاو. تمام. نكمل بقى مع بعض من باقي الفوائد للشوكولاتة الداكنة، اللي هي بتقلل من خطر السكتة الدماغية. فيها معادن، خصوصا البوتاسيوم والزنك والسيلينيوم والرصاص، الحاجات دي كلها الجسم طبعا بيبقى محتاجها. بتقلل نسبة الكوليسترول. انا بتكلم على الشوكولاتة الداكنة عشان اصلا الشوكولاتة العادية بتعلي نسبة الكوليسترول، لكن نسبة معدل الكوليسترول الحميد اللي المفروض الانسان يكون موجود فيه بنسبة كويسة، ده بالنسبة للشوكولاتة الداكنة. تمام. طيب مفيدة كمان للبشرة وأشعة الشمس، لما بنتعرض لها كتير. الشوكولاتة الداكنة فيها فوائد ما تخليش البشرة فيها أي تشققات أو الحاجات دي. طب كمان بتساعد على إنقاص الوزن. طب هتقولوا لي إزاي دي شوكولاتة؟ طب أنا بتكلم برضو على الشوكولاتة الداكنة عشان دي بتحفز هرمونات في المخ. تمام. وبتقلل الإصابة بخطر الإصابة بمرضى السكر، اللي هم قلت لكم ما ينفعش ياكلوا الشوكولاتة العادية. فش أي حاجة الداكنة دي مفيدة جدا، ومفيدة للدماغ، وبتخلي الإنسان في حالة كويسة. حتى الكافيين اللي فيها نسبته ما بتضرش، بالعكس نسبته كويسة قوي. عايزة أقول لكم كمان حاجة بالنسبة للأضرار بتاعتها والفوائد كمان. عايزة أقول لكم إنها مفيدة جدا للقلب والدورة الدموية. من ضمن الأضرار برضو بتاعت الشوكولاتات اللي هي العادية، في ممكن تعمل ضيق في التنفس، تقيؤ، في مثلا صفير عند التنفس، انتفاخ. الحاجات دي كلها بسبب الشوكولاتة اللي هي العادية. والناس اللي عندها حساسية كمان ممكن تعمل ظهور حب الشباب، طفح جلدي، صداع، اضطرابات في المعدة. كل الحاجات دي من الشوكولاتة العادية. فانتوا لما تيجي تشتروا، طبعا عند الأطفال أو نص الشعب أو نص الكوكب بياكل شوكولاتة. تمام. وتسوس أسنان والحاجات دي كلها، وهشاشة عظام ممكن كمان. تمام. فاحنا عايزين ايه؟ يعني نقلل كل الأمراض دي كلها، ناكل الشوكولاتة الصح اللي هي ما تضرش الإنسان في حاجة. يبقى احنا الشوكولاتات اللي بنستخدمها وبوريها لكم في الفيديوهات كلها بتبقى داكنة.